ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يونس في فيديو جديد. طبعا الساعة دلوقتي 3، الساعة 3:57، وهنلعب لعبة مريم. لعبة مريم دي لعبة نزلت من فترة قريبة، بيقولوا ان اللعبة دي لعبة بتؤدي للانتحار ولعبة مخيفة ولعبة مرعبة ومش عارف ايه. طبعا يا جماعة نلعب اللعبة دي دلوقتي حالا، بس حابب اوضح لكم للناس اللي متعرفش ايه لعبة مريم دي او عبارة عن ايه. هي لعبة نزلت من فترة قليلة، وناس كتير اتكلمت عنها وناس كتير لعبتها ومش عارف ايه، وناس كتير حذروا منها، قالوا لك ان دي لعبة صهيونية، بيقولوا ان دي لعبة ماسونية، بيقولوا ان دي لعبة مخيفة مرعبة مش عارف ايه، فيها جني يعني كلام ما يخشش العقل اصلا. طبعا في ناس كتيرة بقى بتقول ان اللعبة دي عبارة عن لعبة تطلب منك مهام او تحديات كل يوم. يعني انت اول يوم اول ما تنزلها تحدي غير التحدي بتاع بكره والكلام ده، وشويه شويه تطلب منك طلبات غريبه وطلبات مخيفه. اللعبة دي طبعا بتفكرنا بلعبة الحوت الأزرق. اللي ما يعرفش الحوت الأزرق، لعبة نزلت كانت بيزيكلي مش ابلكيشن، ما كانتش ابلكيشن، كانت عبارة عن زي شاتنج كده على موقع في كي او اي موقع، كان موقع اجنبي زي الفيسبوك كده. والمهم ان اللي عملوا اللعبة دي هم اللي كانوا بيكلموك، كانوا بيطلبوا منك كل يوم تحدي او حاجة تعملها على مدار 30 يوم. ولما توصل لليوم ال30 هيقول لك انتحر، انتحر يا حبيبي. طبعا خلال ال30 يوم ده بيدخلك في مود الكابوس ومود الحزن ومود الكآبة ومش عارف ايه، عشان لما تيجي تنتحر تقول طبعا ما حدش بيحبني، الدنيا دي مش مستهلاني، انا اروح انتحر احسن. يعني بعيد عننا كلنا. طيب هنلعب اللعبة. انا نزلتها طبعا، هي اللعبة نازلة على الايفون بس، وهنلعبها مع بعض. اوكي اهي اللعبة مريم، يلا بينا نلعبها دلوقتي. ماشي، هنفتح اللعبة. أول حاجة أنا أدعى مريم. حسنا حسنا، أطفأ النور وارفع الصوت. فعلت ذلك. فقط للكبار فوق 9 سنوات. عمري فوق 9 سنوات. ما هو اسمك؟ اسمي الكبير. كبير قوي. أهلا بك، أنا لم أستطيع العودة إلى المنزل. طيب حسنا، هل تود إرشادي؟ ماشي، أنت يا الكبير قوي شخصا رائع، شكرا. أبحث ما عن منزلي، لقد كان قريبا من هنا. حسنا، ولكن عندما حل الليل لم أعد أرى أي شيء. حسنا، ماذا تظن متى تظن أن يوجد؟ إيه ماذا تظن أن يوجد؟ مش فاهم. المهم نكمل اللعبة. اتجاه الغابة. اتجاه الغابة. هيا إذن. حسنا، أود أن أسألك سؤال ونحن في الطريق. ماذا؟ هل شاهدت جميع الفيديو المنتشر عني؟ هل تعتقد أنهم اكتشفوا سري؟ لا لا أصدقهم. سوف أريك شيئا مختلف تماما. لقد وصلنا إلى المنزل، شكرا جزيلا، انتظرني وأعود وسوف أعود. أوكي، خلصي بسرعة بقى عشان أنا مستعجل. يلا. هل الكبير قوي هو اسمك الحقيقي أو أغيره؟ يلا نغيره. هكتب أحمد يونس. ما ينفعش أكذب يا جماعة، أنا ما بحبش الكذب. لقد أخبرت والدي عنك وهم متحمسين لرؤيتك. حسنا، هل تود أن تراهم الآن؟ ماشي، تفضل معي حتى نذهب سويا. حسنا، ادخل هذه الغرفة، سوف تراهم أمامك. أنا لست الحوت الأزرق كما يدعون. إيه اللي جاب الحوت الأزرق دلوقتي؟ أعرف ذلك. لماذا أرى في عينك الخوف؟ هي بتشوف الخوف في عيني؟ أنا لست خائفا، أنا مجرد فتاة لطيفة، أنا مجرد فتاة لطيفة تحب اللعب مع الجميع. حسنا، أعرف كل شيء يحدث، أسمع ذلك بالراديو. حسنا، لقد سمعت أن نهاية العالم قريبة جدا. ماشي، لماذا لم تدخل الغرفة؟ حسنا، إيه حسنا، أنت الآن مسكون في هذه الغرفة. لماذا لن تخرج حتى أعود لك بعد قليل؟ فقد هز الجهاز سوف يسقط. مفك عجل.
حصلت عليه. لا تستطيع الخروج، ليس المفتاح الصحيح، حاول مجددا. المفتاح معك، فقط هز الجهاز وسوف يسقط. المفتاح حصلت عليه. أين تريد أن تختبئ بسرعة قبل أن تعود؟ تحت طاولة الطعام. تحت طاولة الطعام تحت طاولة الطعام عشان جعان أوي. لقد عادت من جديد إلى المنزل. طيب بعدين يعني أنا كده خايف. لا تصدر أي صوت. لا تصدر. مريم، أحمد، يونس، لقد عدت. أهلا أهلا. خلصينا بقى الله. مريم، يا أيها المخادع، أين أنت؟ بعدين أنا موجود، والله موجود. أعلم أنك هنا في المنزل. والله أنا في المنزل. ماذا تريد أن تسمع؟ هلزم الصمت. اضغط على الرابط. ما أنا قلت ألزم الصمت، مش عايز أغنية. طيب نضغط على الرابط، نطلع برا عشان مش مهم الرابط، نرجع للعبة تاني. طيب خلاص. أحد ما خرج من المنزل. أخرج من مخبئي. انتظر الجزء التاني غدا. يمكنك نشر مريم بالأزرار الخاصة بالنشر. طيب هنجرب دلوقتي حاجة، اللي هو أغير اليوم، أخليه اليوم اللي بعده. طيب يا جماعة، رجعت تاني والموضوع تقريبا نجح. فتحت اللعبة من جديد، غيرت التاريخ ليوم بعده، اللي هو المفروض كان يوم 10 بس خليته يوم 11، يعني زودت يوم واحد. واللعبة تقريبا معرفتش يعني صدقت الموضوع ده. دلوقتي طالعالي نستطيع الإحساس بكل شيء. حسنا. حرارة يدك اهتزازا ونبضات قلبك. نعم، ولماذا؟ ركز في التفاصيل وألغاز اللعبة. حسنا. سوف تعود إلى اللعبة الآن. ماشي. أحد ما خرج من المنزل. أخرج من مخبئي. هل تريد النظر من النافذة؟ حسنا. مريم ذهبت بعيدا خارج المنزل. سوف أخرج. ماذا تريد أن تفعل؟ سلك طريق السيارات. الذهاب للغابة. سلك طريق السيارات. عليك الخروج من باب المنزل أولا. فتح الباب. وبعدين لماذا تريد الهرب مني؟ طلعت لي تاني. خفت أنا دلوقتي. لأنك مخيفة جدا. أنا أكرهك بتاعي. هي الصراحة مخيفة جدا. أنا أحبك، وأن هربت مني سوف أعاقبك. وماذا أيضا؟ هل تريد أن أسجنك مرة أخرى؟ نعم، اسجنيني. أنت في السجن. انتظر، سوف أعود. أنت بتهزري بقى، بروح أمك. دي دقيقة بجد. دقيقة بجد. طيب. نعود لكم بعد دقيقة عشان الأخت مريم. لا، جت تاني. أنا أحبك، وأنا هربت مني سوف أعاقبك. وماذا أيضا؟ هل تريد أن أسجنك مرة أخرى؟ مريم، أنا آسف. هل أنت جائع فعلا؟ لا، فقط أريد شرب الماء. سوف أذهب أحضر شيئا لنا من المطبخ. حسنا. ماذا تريد أن تفعل؟ بص، احنا هذهب للمطبخ. ماشي، هنمشي معاها ونحاول نحبها، يعني نحببها في ايه. ذهبت للمطبخ واعتذرت لها. حسنا، لا بأس. حبيبتي يا مريم، أنا لست فتاة شريرة، صدقني. أنت صادقة. نعم، أصدقك. هيا إذن نغادر المنزل للبحث عن عائلتي. حسنا. أوكي، وبعد كده انتظر الجزء الثالث، ربما يكون غدا. تمام. وبعتت لي اللينك على اليوتيوب. هنعمل سكيب لليوم اللي بعده وارجع لكم تاني. للاسف يا جماعه ما نفعش ان انا اعمل حركه تاني واروح لليوم الثالث. بس كده احنا عملنا يومين. زي ما انتم شايفين الموضوع فيستك وما يخشش عقل اي حد عاقل، يعني طبعا الموضوع ده كله فيك وكلام فاضي. واللي يقولك ان اللعبه ما بتتمسحش او لما تنزلها ما بتتمسحش، اهو يا جماعه. اهو يا جماعه بتتمسح عادي. زي اي لعبة بتتمسح. يا جماعة بطلوا بقى شغل الهبل ده. حذف.
اتمسحت. مع السلامة يا مريم. وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، عايزكم تفجروا الزرارين دول بأقوى ما عندكم. طبعا نصيحتي ليكم ما تصدقوش اي حاجة بتنزل على السوشيال ميديا غير لما تجربوها بنفسكم. طبعا الكلام اللي ما يخشش العقل ده ما تصدقوش. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. Peace out.